مين قال الغلط مش مكلف؟ Watch it, baby. Watch it. في أخطاء ممكن تحصل لكن مش مكلفة، وفي غلطة واحدة ممكن تضيع شغل سنين. علشان كده في فيديو النهاردة هتشوفوا أغلى الأخطاء المكلفة في العالم واللي اتصورت بالكاميرات في الوقت المناسب. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. الشغل العشوائي بدون حسابات خلى الشجرة تغير شكل البيت بالمنظر اللي شايفينه قدامكم ده. Watch it, baby. Watch it. هي فكرة حلوة بس النتيجة كارثة، ويا ريت ما تشغلش دماغك تاني. اللي شايفينه قدامكم دي لحظة اختبار طيارة توصيل لأول مرة، لكن العوامل الجوية غيرت مسار التجربة واللي فشلت في النهاية. ودي بقى عرض تصادم حصري عن الأغنياء، بس برعاية غباء السواق. المصور هنا ماشي بمبدأ سيب اللحظة تمشي بطبيعتها علشان تاخد اللقطة. الشغل في الإزاز بيحتاج دايما لتركيز كبير، مش قلنا بيحتاج لتركيز؟ بصراحة الوضع ما يطمنش خالص، وسبب استمراره أكيد علشان مش لاقي مكان يركن فيه، وده بالفعل كان التفكير الصح في الوقت اللي زي ده. نصيحة مستقبلية: الطلعة الغلط هتكلفك أكتر من مشوار. فعلا سوء التقدير هيخسرنا كتير. Man, dumb as fuck, no. Il est taré. Il est taré. Il a perdu ses clés. Plus moi. Là, je commence à plus rigoler parce que je suis mal pour lui. Elle fait un trou dans le coffre. أنا في الأول كنت فاكرها فكرة غبية، بس طلعت في منتهى الغباء. أدي آخرة الحسابات الغلط. لكن الغريب إن الكوبري ما تأثرش بأي حاجة. العيب مش في الرمود، هي زهقت بس من الطيران الداخلي فقررت تخرج. صوت الخبطة يزعل بصراحة ويجيب صداع. فحد منهم بيقول إنه مش واثق في الفكرة دي. تصدق إن طلع عندك حق؟ Oh, I didn't bite. Holy shit! وده بقى نظام شغل مبتكر، حط وجرب وربنا يسهل. الجرار بيساعد صاحب العربية، لكن طلع ما يستاهلش المساعدة دي بعد اللي هيعمله. يا راجل انت لو فضلت مكانك كان احسن من كده. وهنا لما تجيب سباك على الله حكايته. طيب طمنا عليه. يا لهوي، يا ريتنا ما سألنا.
وزي ما شفتوا كده من ساعتها بيقولوا ان المية لسه شغالة في الشقة لحد دلوقتي. ما هو اكيد اللي مربي دب في بيته مش هتفرق معاه عربيته. لما تسيب الروبوت بتاعك يخرج لوحده النتيجة مش هتعجبك. اللي هيقرب في اللحظة دي هيجيب وشه. اهو جالك البطل. استهتار السواقين حول الطريق لكرنفال ألوان. وده بقى الفنان التشكيلي اللي هيضيف اللمسة الأخيرة للكرنفال. ده السواق اتحول للرجل الأصفر. شغل سنين راح في غمضة عين. انا عن نفسي مش فاهم ايه ده بالظبط، بس واضح انها خسارة كبيرة قوي. دايما الامطار والاعاصير التقيلة بتكون خسارتها كبيرة جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي. لكن اكيد اللي حصل هنا كان بسبب الاخطاء الهندسية واللي ما تعملش حسابها للظروف الجوية. بيتهيالي بالطريقة دي القبطان هنا يا اما نايم يا اما معهوش مرايات. اخينا ده واضح ان اول مرة يتعامل مع الكاميرا دي، واضح انها كانت تجربة جديدة فحب ان يجربها، لكن فرحته ما كملتش للاخر. ما هو اللي يبني بيته في مكان زي ده يبقى يستاهل اللي يجراله. اللي شايفينه بيحصل قدامكم يعتبر تجربة انتهت بكارثة. اللي يعرف تمن العربيات دي ياريت يكتب لنا في التعليق. ودي بقى عملية إصلاح ناجحة. لكن في زيادة الخسائر. وده آخرة اللي عامل حسابه يلعب في مكان شغله. في بعض الأوقات ما ينفعش تنفذ أي فكرة في أي مكان، لكن صاحبنا ما أخدش النقطة دي في اعتباره، والنتيجة كانت مشكلة كبيرة ما كانتش في الحسبان. خدله شوية لقطات ما حصلتش، بس للأسف الموبايل عمل معاه الغلط. أنا مش عاوزك تقلق، كلنا عندنا نفس الإحساس اللي عندك ده بالظبط. وده بقى نموذج صريح للعب العيال. Oh my god. حب هنا يعمل حركة استعراضية، بس للأسف نتيجتها كانت غالية قوي. بصراحة هي فكرة عبقرية، بس النتيجة كارثة، وياريت اللي اقترحها ما يفكرش تاني. الرحلة ما خدتش ثواني، بس هتسيب إحراج لسنين.
يا جماعة دايما بقول فرامل اليد حاجة مهمة جدا، وادي النتيجة قدام عينيكم. All right, Tyler. First time driving a forklift. I want you to pick up this container. هو الولد هيركز في السواقة ولا هيركز في كلامك؟ A little to your right. To your right. No, Tyler. To your right. Brakes. اهو ركز في العربية. Get out of the way! سواق الكلارك هنا حب يستعرض وهو شايل الكشك، لكن الاستعراض قلب بكارثة في الآخر واللي هتكلفه كتير جدا. فكرة السلم اللي شايفينه قدامكم ده إن بيرفع الأغراض للمكان اللي انت عايزه علشان ما تتكسرش، لكن في التطبيق العملي طلع فاشل بمعنى الكلمة. الإهمال وقت الشغل بيكلف كتير. يا لهو على اللي حصل، اهو التيشيرت باظ خالص. ودي بقى محاولة طيران اتحولت لعرض وكروبات ارضي. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.